مساء الخير ومساء العافية ومساء السعادة عليكم البنات، ونبدي فيديونا بالصلاة على محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. يا حبيباتي شلونكن؟ شخباركن؟ رجعت وياكن فيديو جديد، وطبعا حبيت اسوي وياكن الثواب الإمام علي اللي هو يوم جرح الإمام علي. تمن وماش، طبعا هذا كل العراقيين يسوونه بهذا اليوم اللي هو يوم ثاني الضربة مالت الإمام علي. يعني احنا شلون صارت عندنا عادة انه نسوي هذا الشي، انه يعني ثواب. فاني هاي طريقتي بالتمن ماش. اول شي كنت منقعة الماش، يعني غسلته كله زين ونظفته ونقعته من العصر لليل. طبعا احنا نسويه نتسحر بيه الصراحة يعني. اي فنقعته، وهسه نقعت تمن عندي همين نقعته وطبخت الماش. اي فخليته على ما استوى، بعدين حمست راس بصل هيجي ناعم ويا الزيت. طبعا سويت شوية قدر كبير لين راح أوزع من عنده. فهنا أنا عندي راس بصل حمسته كلش، أخليه يتكرمل كلش بالزيت، وبعدين أخلي التمن أحمسه همين وأخليها ملح، وبعدين أخليه فوق الماش. يعني هذا الماي اللي بقى بالماش هو اللي راح يستوي التمن. يعني تعرفون يعني الماش شوي أقوى من التمن، فإذا طبخت اثنيناتن سوا راح التمن شوي ينعجن، يعني ما يصير يعني هيجي حبة واحدة. اي فأكو ناس تطبخ يعني التمن واحدة بزل وهيجي، يعني كل منو طريقته الصراحة. بس أنا هاي طريقتي بالتمن ماش. يعني عظم الله، طبعا عظم الله أجرنا وأجركم بمصاب أبا الحسن علي عليه السلام. طبعا هذا اليوم احنا هاي الأيام يعني عدنا مباركة وعدنا يعني حزن أكيد. فحبيت يعني أشارككم، يعني هو مقطع صغير بس حبيت أشارككم طريقتي يعني بالتمن ماش. وأكيد أني بوقتها همين وزعت من عنده، بس صراحة نسيت يعني ما صورت اللي وزعته. وديت طبعا البيت عيالي، البيت حماي، يعني ما وديته هواي، بس المهم يعني هو ثواب لازم يتشارك. المهم إن أنا عندي البصل كلش تكرمل وخليت عليه التمن، وطبعا أحمس التمن على مود ياخذ من الزيت، وأخلي له ملح. وهنا أنا همين هسه أخلي فوقه بعدين الماش. طبعا خليته بس شوية ينشف المي مالته، وغطيته عندي هاي السفرة قصيت من عندها هيجي قطعة وخليتها، لأن تعرفون إلها القدر كبير يعني ما تشخل إلى ما أعرف. فخليت له قصيت له من السفرة وخليت فوقه حتى شنو، حتى ما تبقى بيه حبة. وغطيت لحد ما يعني خليته على نار تهدير لحد ما كلش نشف واستوى تمام. مثل ما جاي تشوفون هنا جاي أحمس بالتمن حتى يصير يعني ياخذ لمعة من الزيت وينحمس زين. وهنا هناك خليت الماش. شوفوا الكمية مالت الماي اللي باقية بيه يعني كلش كافية، بعد ما خليت أي ماي وياه، يعني صراحة كلش هي كانت كافية. وهنا همين ضقته، شفت شوية يحتاج شوية ملح فخليت. طبعا أني سامعة إنه هاي الأكلة إنه الإمام علي بيوم الضرب يوم ثاني يعني اشتهى هاي الأكلة، لهذا السبب إحنا نسويها. يعني ما أدري إيش معنى، يعني كنت أقول إيش معنى هاي الأكلة نسويها إحنا ثواب، بس سمعت إنه الإمام علي اشتهاها بهذا اليوم. إي فإحنا نسويها ثواب إله، لأن هو أحب هاي الأكلة. يعني مجرد هو ثواب حتى شنو، يعني الميت تعرفون لازم فد شي يحبه، فواحد يسوي له ثواب شي يحبه. فأكيد هو حب هاي الأكلة واشتهاها ياكلها، فإحنا هذا نسويها ثواب إله. وأكيد وياها من روبة ودبس أو تمر، يعني كل منو يعني شنو يحب ياكل. يعني أني الطريقة هاي الصراحة يعني من أمي ماخذتها، كانت تسوي لنا على السحور، فأني همين يعني أخذت طريقتها وبالثواب. فأني صراحة أحب أن أقلد أشياء أمي تسويها لأن أحس بها بركة يعني. والله يحفظ أمهاتنا أجمعين إن شاء الله. وطبعا هنا مثل ما جاي تشوفون يعني بس شوية نشف الماي مالته، خليت هيجي نايلونة وغطيته. هنا شوفوا يعني نشف تمام. طبعا هيجي أقلب على كيفي حتى التمن ما ينمرد يعني.
ومثل ما جاي تشوفون هيك أقلب على كيفي. بس هنا البخار الصراحة البخار كلش يعني حتى التصوير خرب من ورا البخار لين هواي. وأكيد يعني إذا وصلت لهنا لا تنسونا باللايك، وجديد طبعا يشترك ويفعل زر الجرس. وطبعا أدري بكم انتم متقصرون، فحبيت هيجي يعني مقطع صغير أنزله، يعني ما حبيت أتأخر عليكم بالتنزيل. وأكيد هذا ثواب الإمام علي، وإن شاء الله القبول من الله تعالى. والحمد لله على كل حال. وهنا أنا همين قلت لكم وياه دبس وروب أكيد، والحمد لله على كل حال. وسهمكم ألف عافية أكيد. وأقولكم ألتقيكم فيديو جديد. مع السلامة. باي باي.